تفاصيل جريمة العثور على جثة الرجل الطيب الملقب بزوين مقطعة داخل مرحاض المسجد الأعظم بمدينة بن حميد بالمغرب، والقاتل الملقب ببولحيا مريض بالأعصاب. للمزيد من التفاصيل أرجو منكم متابعة هذا الفيديو للآخر لمعرفة حقيقة وتفاصيل الفيديو المتداول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في فيديو جديد معكم توتو اف ام. في البداية فلنصلي على الحبيب المصطفى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. تفاصيل الفيديو: بتاريخ يوم الأحد الماضي 20 من أفريل 2025 وقعت جريمة قتل بشعة بمدينة بن حميد بالمغرب، حيث قام القاتل الملقب ببولحيا والذي يبلغ من العمر 70 عام بقتل الرجل الطيب الملقب بزوين والذي يبلغ من العمر 65 سنة. وقد تبين أن دوافع الجريمة خلاف وشجار بسبب قطة، وبعد ذلك القاتل يدعي أنه تصالح مع الضحية ثم يستدرجه إلى داخل مرحاض المسجد ويرتكب جريمة القتل ويقطع الضحية إلى أشلاء ثم يرميها في بلوعات مرحاض المسجد وفي أماكن زراعية قريبة من المسجد. ونعلمكم إلى حد الآن هذه هي المعلومات الأولية المتاحة من المصدر، وسنوافيكم بكل ما هو جديد. أرجو منكم متابعة قناة توتو اف ام على اليوتيوب، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة بالضغط على زر الإعجاب والضغط على زر الاشتراك أسفل هذا الفيديو حتى يصلكم كل فيديو جديد مع التفاصيل. شكرا.